عمرك وقفت فجأة كده وبصيت حواليك وقلت لنفسك: هو أنا فعلا عايش ولا دي لعبة وأنا واحد من الشخصيات الجانبية اللي بتتخبط في الحيط؟ يعني مثلا، ليه كل يوم نفس الناس، نفس الطريق، نفس المواصلات اللي بتتأخر في نفس الدقيقة؟ مش حاسس إن في حاجة متكررة كده في حياتك؟ يمكن لأن حياتك فعلا متبرمجة. والله يا معلم، النهاردة هنتكلم عن نظرية ممكن تقلب دماغك حرفيا: نظرية المحاكاة. الفكرة اللي بتقول ببساطة: احنا مش حقيقيين، احنا مجرد شخصيات جوه كمبيوتر ضخم. يعني باختصار، اللعبة شغالة وانت جوه الجيم. الفكرة ببساطة، الفيلسوف نيك بوستروم، وده اسمه لا هو صفة ولا فعل، أستاذ في جامعة أوكسفورد وفيلسوف في الأخلاقيات والتكنولوجيا المستقبلية. الراجل ده قعد في يوم كده قالك: وأنا عليا بإيه من ده؟ زهق من الحياة وقالك: طب ما يمكن حياتنا دي كلها برنامج محاكاة. يعني حضراتنا نكون مجرد أكواد بيتحركوا حسب أوامر معينة، واللي بيحركنا واحد فوق فوق، لا مش فوق قوي في السماء، لا ده فوق في السيلفر. الموضوع ده عجب ناس كتيرة جدا، لدرجة إن إيلون ماسك نفسه قالك: احتمالية نكون في محاكاة أكبر من احتمالية إننا نكون في واقع حقيقي. يعني الراجل اللي بيلعب بالصواريخ والذكاء الاصطناعي بيقولك يمكن حياتك دي مجرد لعبة وإنت لسه فاكر نفسك مهم. بص يا سيدي، النظرية بتقول إن في حضارة متقدمة جدا 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 قدرت تعمل كمبيوتر خارق بيحاكي الواقع بنسبة 100%، وحط جواه عقول ذكية زي حضرتك كده بس على بسيط يعني، وخلاهم يعيشوا حياتهم عادي جدا، ياكلوا ويشربوا ويتخانقوا ويعملوا فيديوهات تيك توك وهم فاكرين ان ده واقع. يعني احنا ممكن نكون مجرد تجربة علمية، حد بيجرب كده بيشوف البشرية هتعمل ايه لو سابها لوحدها 100 سنة يعني. طب في دليل على الكلام ده؟ تعال نشوف شوية حاجات غريبة جدا. الديجافو، اللي عملنا عنها حلقة قبل كده، فاكر؟ عارف لما تحس انك شفت الموقف ده قبل كده؟ ده ممكن يكون الجيم عمل ريلود بالغلط، يعني المبرمج مثلا داس كنترول زد ورجعك كده كذا ثانية لورا. او الاخطاء بقى، الجليتش ان ذا ماتريكس مثلا، في ناس بتقول انها شافت نفس الشخص في مكانين مختلفين في نفس اللحظة. وفي ناس بيلاقوا حاجات بتختفي وتظهر فجأة، ده بقى مش سحر، ده الباك اند بيهنج يا معلم. ولو مش عاجبك الدليل الاول، في دليل تاني: قوانين الكون الغريبة. ليه كل حاجة في الطبيعة ماشية بحساب دقيق أوي كده، كأنها كود مبرمج؟ الجاذبية، سرعة الضوء، الإلكترونات، التسع شهور حمل، يوم الخميس، كله ماشي بنفس القوانين من أول يوم، ولا حد بيسأل هو ليه مفيش تحديث. المخ، الدماغ البشرية بتفسر اللي بيحصل حواليها من خلال إشارات كهربائية. يعني كل اللي انت شايفه مش الصورة الحقيقية، ده مجرد داتا بتتحول لصورة في عقلك. يعني فعليا احنا اصلا ما بنشوفش الواقع، احنا بنشوف النسخة اللي المخ رسمها، وده ممكن يكون جزء من المحاكاة نفسها. طب المبرمج فين بقى؟ السؤال الكبير: مين اللي عامل اللعبة دي؟ في ناس بيقولوا ان اللي عاملها كائنات متطورة جدا، زي احنا مثلا في المستقبل. يعني ولاد ولادنا عملوا لعبة تحاكي الماضي عشان يشوفوا أجدادهم كانوا بيعملوا إيه، واللي هم إحنا يعني المفروض دلوقتي. يعني ممكن يكون اللي قاعد بيلعب ده عيل عنده 12 سنة مثلا في المستقبل، قاعد بيضحك علينا وإحنا بنتخانق على الأسعار. وفي احتمال تاني إن في كائنات تانية هم مش بشر بس هم اللي عاملين المحاكاة، كائنات فوقنا بملايين السنين من التطور، بيشوفونا زي ما احنا بنشوف لعبة ذا سيمز، بس الفرق ان هم لو زهقوا مننا بيعملوا كنترول ديليت ونخلص كلنا. الجزء الكوميدي انك تتخيل كده ان احنا فعلا في محاكاة. يعني لما الكهرباء تقطع، ده مش عيب في الشركة، ده السيرفر بيعمل تحديث. ولما تبقى رايح مشوار مهم فجأة والدنيا تمطر وتركب مواصلة غلط، ده بقى المبرمج غير الكود عشان يشوف رد فعلك. تخيل كمان ان في مودات للحياة، في ناس حياتها على الايزي مود، عندهم فلوس وعربيات وحياة ناعمة من الاخر. وفي ناس هارد مود زي حالاتي، بتصحى تتخانق مع المنبه، تروح شغلها على المكنة وتخلص الشغل عشان تكلم المكنة. ولو عملت حاجة كويسة المبرمج يديك بوينتس بقى، ولو غلطت يخليك تعيد المرحلة من الأول. طب احنا ازاي نعرف ونتأكد اننا فعلا في محاكاة؟ العلماء حاولوا يجاوبوا السؤال ده. في ناس بتحاول تلاقي عيوب مثلا في الكود، زي حاجات مش مفهومة بتحصل في الفيزياء الكمية. على سبيل المثال، الجزيئات الصغيرة جدا بتتصرف كأنها بتستنى تتشاف عشان تتحدد هي فين. يعني كأن الواقع بيتكون بس لما نبص عليه. وده يخليك تسأل نفسك:
هو أنا اللي بخلق الواقع بعيني ولا هو بيتكون بس لما أنا ألاحظه؟ ولو كده يبقى فعلا اللعبة دي معمولة مخصوص لينا احنا بس. وفي مواقف غريبة انت ممكن تلاحظها لما تمشي في الشارع وتبص في عيون حد بعد كده وتحس ان في لحظة تجمد بسيطة، ده مش بيسبلك، ده احتمال السيرفر يكون عمل لاج على خفيف. لما تكون نايم وتحلم انك في عالم تاني خالص، ممكن يكون سب سيموليشن، لعبة جوه لعبة. ولما تتكلم مع حد ويقولك نفس الجملة مرتين بالظبط، ده مش توارد خواطر ولا توكيد لفظي، ده كوبي بيست. طب تعالى نتخيل لو ده كله صح، نعمل ايه؟ يعني لو احنا فعلا في محاكاة، هل لازم نزهق ونقعد نعيط؟ لا طبعا، العكس، ده بيخلينا نعيش اكتر ونضحك اكتر، لان حتى لو احنا كود، احنا الكود اللي عنده وعي، وده في حد ذاته معجزة. يعني حتى لو انا شخصية في لعبة، لسه عندي مشاعر، بحب، بضحك، بزعل، وكل ده حقيقي بالنسبة لي. الخلاصة بقى، سواء كنا فعلا في محاكاة أو في واقع، اللي يهم هو انت عايش ازاي. لو اللعبة معمولة فخلي مستواك عالي، خلي المبرمج يبص عليك ويقول ده شغال جامد، سيبه كده ما تشيلوش من السيلفر. وما تنساش، في ناس بتعيش حياتها كلها تحاول تفهم اللعبة، وفي ناس بتعيشها وتستمتع بيها. اختار انت بقى تبقى انهي واحد فيهم. بس قبل ما السيرفر يفصل، ياريت تعمل لايك للفيديو، لو بتتفرج من على اليوتيوب اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل الحلقات اللي جاية. وسايب لك المصادر تحت علشان لو حابب تتعمق وتشوف موضوع المحاكاة. سلام بقى لحد ما نتقابل مع بعض في الليفل اللي جاي. خليك فاكر دايما ان اللعبة لسه شغالة. انا بيبرز وانت في اربع حيطان.